بص يا صديقي، في درس اتعلمته متأخر جدا، إن عكس الشجاعة مش الجبن وبس، عكس الشجاعة كمان إنك تعيش عمرك مستسلم ورا القطيع، بتمشي مع التيار، تشوف أغلب الناس بتعمل إيه وتعمل زيهم وبس. أنت بتحاول ترضي الكل في مقابل إنك تسيب دماغك على الرف ولا كأن ليها أي لازمة. بتحاول تذوب في الجماعة لدرجة إنك تنسى أنت مين أصلا وتنسى هويتك بالكلية. علم النفس بيعلمنا اللي بنسميه عقلية القطيع، هو إن الواحد يقلد رأي وسلوك مجموعة من الناس من غير ما يفكر، لمجرد إن الأغلبية ماشية كده. ده بالظبط اللي شرحه عالم النفس الاجتماعي سولومون آش لما عمل تجربة خلى فيها الناس تقول إجابات غلط، وتلت المشاركين تقريبا وافقوا على الغلط بس عشان الباقي قالوه، مع إن الحقيقة قدام عينيهم. آش بيعلق هنا على التجربة دي وقال إن ضغط الجماعة ده يقدر يخلي الإنسان ينكر ما تراه عيناه. شفت لدرجة إيه الموضوع كبير؟ كمان ستانلي ميلجرام في تجاربه عن الطاعة بيقول إن المشكلة مش بس في الأوامر، المشكلة إن الواحد لما بيتنازل عن مسؤوليته الأخلاقية ويمشي ورا سلطة أو جماعة ممكن يأذي غيره وهو حاسس إنه مش مسؤول، يعني يصيب ضميره على جنب ويقول هم اللي قالوا لي اعمل كده. الفكره دي برضو اكدها جوستاف لوبون لما قال في سيكولوجيه الجماهير ان الفرد جوه الحشد بيفقد جزء كبير من وعيه النقدي ويتصرف بطريقه ما كانش هيعملها لو كان لوحده، كأن في روح جماعيه بدائيه حطت نفسها مكان عقله. كمان عالم الاجتماع ويلفرد تروتر كان شايف ان عند الانسان غريزه القطيع اللي بتخليه يفكر زي الناس عشان ما يحسش ان هو غريب، لكنه نبه ان التقدم الحقيقي عمره ما جه من المقلدين. التقدم بيجي بس من اللي امتلكوا شجاعة يقفوا ضد التيار. حتى الاقتصاد الكبير جون ماينارد كينز له جملة قوية جدا بتشرح عقلية القطيع، بيقول الناس تفضل تفشل مع الجماعة على انها تنجح لوحدها. يعني ممكن اختار فشل مريح جدا لمجرد ان الكل عامل كده، وارفض نجاح يخليني اتحمل مسؤولية اختياراتي. والحكاية دي مش موجودة بس في كتب علم النفس، كمان في مجموعة من الأفلام السينمائية ناقشت الموضوع ده. عندك في فيلم اسمه Dead Poets Society، المدرس جون كيتنج بيقول للطلبة We all have a great need for acceptance but you must trust that your beliefs are unique your own even though others may think them odd or unpopular. يعني بيقول كلنا عايزين الناس تقبلنا، بس لازم تصدق ان افكارك انت ليها قيمة حتى لو الناس شايفاها غريبة او مش شعبية او متداولة. برضو عندك في ذا ماتريكس مورفيوس كان بيقول Most of these people are not ready to be unplugged. They are so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. والأغلب الناس متعلقة بالنظام لدرجة إنهم بيحاربوا عشان يحموه حتى لو هو اللي مأيدهم. وده بالظبط هو نفس منطق القطيع اللي بيدافع عن العادة لمجرد إنها عادة. في فيلم اسمه A Bug's Life الزعيم الجرادة هوبر بيقول You let one ant stand up to us, then they all might stand up. If they ever figure that out, there goes our way of life. مجرد نملة واحدة ترفض الخضوع ممكن تصحي الباقي وتغير قواعد اللعبة كلها. وبرضه في الفيلم الشهير بريف هارت ويليام والاس كان بيقول Men don't follow titles, they follow courage. الناس الحقيقيين ما بيمشوش أبدا ورا الألقاب والسلطة العمياء، بيمشوا ورا الشجاعة، عكس عقلية القطيع اللي بتجري ورا أي حد معاه لقب أو منصب. أما ذا ترومان شو فالمخرج كريستوف بيقول We accept the reality of the world with which we are presented. It's as simple as that. احنا غالبا بنقبل الواقع اللي اتقدم لنا من غير ما نسأل هو حقيقي ولا لا. وده نفس اللي بنعمله لما نمشي ورا المجتمع لمجرد انه كده وخلاص. دلوقتي ارجع لنفسك. احنا ساعات بنتصرف زي القطيع، نمشي ورا الأغلبية لمجرد انهم كتير حتى لو جوانا حاسين ان الكلام ده غلط. تقعد سنين تحاول تتكيف وتتماشى مع عيلتك مع اصحابك مع شغلك، تحاول تعمل ادابت غصب عنك، وفي الاخر تكتشف انك ولا ارتحت ولا هم ارتاحوا، وانك كنت بتهرب بس من مواجهتك لنفسك مش من مواجهتهم. عشان كده بقولك من البداية لو حاسس انك طول عمرك بتحاول ترضي عيلتك صحابك مجتمعك وبرضه مش مرتاح، يمكن المشكلة مش فيك انت، يمكن المشكلة انك عايش بعقلية القطيع. اعتقد بقى ان الوقت جه نبطل نجلد نفسنا لمجرد اننا
مختلفين شوية، ونبتدي نتحمل مسؤولية اننا نكون نفسنا وذاتنا وهويتنا الحقيقية، حتى لو ده معناه نخرج بره الصف. اوعى تسيب خوفك من كلام الناس يجبرك تعيش حياة مش حياتك ووضع مش وضعك. الخروج من القطيع مش تمرد لمجرد العناد، الخروج من القطيع احيانا هو اول خطوة حقيقية انك تعيش مرتاح مع نفسك وتبقى واحد من الناس اللي التاريخ بيحكي عنهم، مش واحد من الناس اللي القطيع نسي اسمائهم. سلام.